السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير. النهارده باذن الله هقدم معاكم طريقة الناجتس. عايزه اقول لكم الوجبة المحببة للاطفال. طبعا الاطفال اصلا بتبقى زهقانه من البانيه، بيبقى بيشد كده بقها ومبيبقاش الطف حاجه بالنسبه لهم، وبنغصب عليهم ان هم ياكلوها. فالمره دي بقى جايبه لكم وصفه ناجتس تحفه جدا. وطبعا مضمونه جدا ومفيده، لان هي عباره عن فراخ فقط، ما فيهاش بقى اي مكونات تانية. وكمان هقولكوا على طريقه تفرزوا بيها تطلعوها على القلي فقط. اول حاجه عندنا نص كيلو من وراك المخليه، يعني شيش طاووق، ونص كيلو من البانيه. عايزين تزودوا الكميه براحتكم، بس لازم يبقوا الكميتين قد بعض عشان يبقى فيها كده طروه. تمام. هبدأ بقى نضرب الوراك الاول. تمام. في الكبة، وبعدين هضرب الصدور. تمام. بس طبعا لازم اتأكد كويس جدا ان هما اتفرموا تماما، يعني بقوا ناعمين خالص. تمام كده، خلاص ضربتهم. هو يعني يستحسن ان احنا يكون عندنا كبة السكينة بتاعتها حامية شوية عشان تقدروا ان انتوا تعملوا ده. ما قدرتوش وحد عنده كبة، فممكن تستخدموها منه. حطينا بقى معلقتين كبار من النشا، وحطينا رشة من الفلفل الابيض مش الفلفل الاسمر، بيتباع عند اي عطار. وحطينا معلقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر و الملح. وهنبدأ بقى نلم العجينة كلها مع بعضها. اهم حاجة في الوصفة ديت اللي بتخليها فعلا طعم بره قوي هو الفلفل الابيض. وما تستغربوش لما تسمعوه، لان يعني انا اول مره اجيبه كنت برضو مستغربه، بقول هو في حاجه اسمها فلفل ابيض ومش عارفه ايه. فلما رحت عند العطار فلقيت عنده فلفل ابيض، بيبقى حصى برضو زي الفلفل الاسمر كده، وبتخليه ان هو يطحنهولك، او بتطحنيه انت براحتك عادي جدا. وعايزه اقول لكم برضو الفلفل الابيض دوت لما بيتحط في الوايت صوص، عايزه اقول لكم والله بتبقى طعم بره بالظبط. هنا بقى عجنتها شويه بالكيس، وحسيت ان الدنيا مش الطف حاجه، مش عارفه اعجنها. ف استعنت بقى بايدي، وبدات ان انا احط عليها شويه زيت عشان دي يعتبر عجينه، فكنت عايزاها تمسك في بعضها. هحطها بقى في التلاجة شويه ترتاح عشان اعرف ان انا اشكلها. يعني حط حوالي نص ساعه. وهحط يعني جنب كده طبق ميه، يعني مش هبل منه ايدي الا في الاول كده مره. تمام. عشان العجينه دي بتاعه الناجتس ما تلزقش في ايديا. عايزه اقولك لو انت عندك عزومه ما شاء الله الكميه دي هتعملك كميه كبيره، وتبقي عملتي حاجه مختلفه تعملي جنبيها مكرونه ولا حاجه. وعايزه اقولك لو في العزومه دي اطفال، مش عزومه يعني، لو حد جايلك وعدد ومش عارفه تعملي ايه، مش عايزه تعملي مكرونه وبانيه، الناجتس دي خطيره جدا، وخصوصا طبعا المدارس داخله علينا. ولو عايزين نحطها للاولاد في اللانش بوكس تبقى حلوه جدا. هنا شكلنا اول يعني اول صاج، وده تاني صاج. عملت ما شاء الله كميه كبيره. هنيجي بقى للكفر الخارجي دوت كورن فليكس مطحون برضو من عند العطار. وهنحط بقى دقيق على نشا على فلفل اسمر على ملح. ديت زي كده ايه، حاجه هننزل فيها الناجتس قبل ما نحطها في الكورن فليكس. تمام. تشريبه كده بنحطها فيها قبل ما نحطها على الكورن فليكس، بتخلي الكورن فليكس يمسك في الناجتس. اوكي. بس طبعا احنا لازم نحط الناجتس في التلاجة قبل ما نحطه في الخطوه دي، يعني هنحط الناجتس كده مرتين. تمام. هو هياخد مننا وقت، ولو احنا عملنا كميه كبيره هتقعد معانا في الفريزر. بنحطه في الخليط ده وبنرجع نحطه في الكورن فليكس تاني. زي ما انتوا شايفين كده، ما بياخدش وقت خالص طول ما هو ساقع معاكم وماسك نفسه، فبتلاقوه بيتشكل معاكم بمنتهى السهوله. شايفين؟ طبعا الناس اللي بتحب الناجتس عارفه قد ايه هو غالي، يعني الكيس بيبقى فيه 10 قطع، والقطع اصغر من ده بكتير. طبعا مش مضامنين هما فارمين فراخ ولا فارمين ايه يعني. خلاص هنا حطيت زيت وسخنته اول ما يسخن، بس يا ريت ما تسخنهوش زي ما انا سخنته قوي كده، عشان بيخلي الطبقه اللي بره تتحرق وجوه لسه يعني ما استوتش قوي. فبتضطروا تستنوا فبيغمق. انا عايزه لونه ذهبي زي كده. تمام. بنحطه في زيت متوسط، وبعد كده بننزله، بياخد على يعني 10 دقايق وبيكون باللون الجميل دوت. حلو جدا، ومن جوه مستوي ومفلفل مش معجن. شايفين؟ مش مكتوم كده، لا معجن، عشان احنا حطينا نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. تمام. دي نسيت اقولها لكم في المكونات، بس مهمه جدا، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر.
طبعا هنا حور كانت هي بتحبه جدا، فكانت فرحانه جدا بيه. وباقي الكميه انا كنت حطاها في التلاجة تجمد شويه او يعني في الفريزر، وبعد كده حطيتها بقى في اكياس. يعني لازم قبل ما افرزنها احطها تتلج الاول، تمام، عشان ما تعجنش فوق بعضها. شايفين؟ خلاص هي كده ايه، يعني يعتبر جمدت بقت تلج، فبالتالي اقدر احطها في اكياس براحتي جدا. بنطلعها بقى نحمرها جنب مكرونه او جنب اي حاجه، بتنجز لنا اليوم بطريقه فظيعه جدا. وبكده بقى يا حلوين الحلقه بتاعتنا تكون خلصت. يا رب تكون عجبتكم، ويا رب تكون مطولتش عليكم. ولو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تنزلوا تعملوا لايك وتعملوا تعليق حلو زيكم، واعملوا شير كتير للوصفه عشان توصل لاكبر عدد من المتابعين. واشوفكم على خير الحلقه الجايه. ولو عايزين الحلقه بتاعه اللانشون قوليلي وانا هنزلها لكم باذن الله قريب.